السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نحضروا مع بعضنا ماسك تفتيح البشرة 10 درجات من الاستعمال الأول. هو متكون من مغرفتين نشاء ومغرفة كبيرة ماء وورد وشوية ماء عادي. نخلطوا الميلانج بالباهي مع بعضه لين يتحل النشاء في الماء بالباهي. كيما قلت لكم الماسك هذا هو تفتيح للبشرة من أول استعمال ل10 درجات وتقشير للوجه وشد المسامات. وبالطبيعة هو نشا فيه فيتامين A، هو ينحي البقايع الغامقة، والفيتامين B هو ينحي وينقص من الزيوت اللي في الوجه. نحط الميلونج هكا على الغاز يطيب شوي، نولي كريمي كيف هكايا يشد بعضه بالباهي. في ساعة يطيب هو لا محالة ما يبطاش كيف هكايا فوالا. نهبطوه من الغاز، معناها نتحصلوا على ميلانج متماسك بالباهي كيف هكايا. نكمل معاه مغرفة كبيرة ياغورت عادي. من المستحسن كي تحط الماسك على وجهك تكون غاسلة وجهك بالباهي بالباهي بأي غسول ولا صابون تستعمل فيه لوجهك بماء دافي باش معناها تحضر البشرة، معناها الميلانج هذا والماسك هذا باش تتحصل في الآخر على نتيجة باهية باهية وتفرحك على الآخر. هكايا نحل الميلانج يولي كريمي هكايا ونحطو على البشرة. كي كوش يكون خشين شوية مش شوية بركة، ونحركه على شكل دائري في على البشرة كاملة باش يمتص الخليط بالباهي باش البشرة تاخذ كفايتها من الماسك هذا كيف هكايا كما تراو على شكل دائري كيف هكا. ونخليه لمدة نصف ساعة، نصف ساعة لاني تشرب البشرة الميلانج بالباهي كما قلت لكم. الماسك هذا كما قلت لكم هو راهو تفتيح للبشرة من أول استعمال 10 درجات، معناه ديجا ديريكت كما تراو. تلاحظ الاختلاف من أول استعمال، وهو يلزمك تواظب عليه، أما هو من أول استعمال ترى النتيجة رهيبة رهيبة جدا. ننصحكم تجربوه، وماسك تحفون على الآخر ويعطيكم ألف صحة ونحبكم برشا.